الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار على نيكست نيوز، حيث نوافيكم بآخر المستجدات والأحداث لحظة بلحظة بكل دقة وموضوعية. إليكم التفاصيل. ليفركوزن يقدم عرضاً لضم المغربي إلياس بن صغير من موناكو. كشفت تقارير صحفية ألمانية وفرنسية اليوم الاثنين أن نادي باير ليفركوزن الألماني تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الدولي المغربي إلياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي، وذلك في إطار سعيه لتعويض رحيل الدولي الفرنسي من أصول مغربية أمين عدلي صوب نادي بورنموث الإنجليزي. ويسارع ليفركوزن الزمن قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية من أجل إتمام صفقات جديدة تدعم صفوفه، خصوصاً بعد الصيف المربك الذي عاشه النادي برحيل كل من شاكا، فريتز وفريمبونغ، إلى جانب اتفاقه على بيع أمين عدلي مقابل حوالي 30 مليون يورو شاملة المكافآت. وبحسب موقع موناكو ماتا، فقد حدد النادي الألماني بوضوح جناح موناكو إلياس بن صغير كخيار رئيسي لتعويض عدلي. اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاماً والذي يرتبط بعقد مع النادي الفرنسي إلى غاية 2027 كان قد رفض تجديد عقده، مفضلاً خوض تجربة جديدة، ما جعله هدفاً مطروحاً في سوق الانتقالات. ووفق المصدر ذاته، قدم ليفركوزن عرضاً أولياً بقيمة 25 مليون يورو، في حين يقدر موناكو قيمة اللاعب بأكثر من 40 مليون يورو. وتشير التقارير إلى أن النادي الألماني قد يرفع عرضه في الأيام القليلة المقبلة لإقناع إدارة موناكو بالتخلي عن نجمها الواعد. الجدير بالذكر أن إلياس بن صغير أبدى حماسه لخوض تجربة في الدوري الألماني، ما يزيد من حظوظ ليفركوزن في حسم الصفقة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي. ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.